المهم بنقول ان هو لما جه عمل الجامع عمله ليه بقى؟ ده مهم جدا. هو عمل المدينه الاول وعمل القصر بتاعه اللي هو مكان برضه القلعه دلوقتي. حب ان هو يخلي المصلين يصلوا براحتهم. ما عدد الناس زاد وعدد الجنود زادوا، فقالوا له ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل جامع يشملنا كلنا. فقرر ان هو يعمل جامع، ومش جامع بس، ده جامع كمان والناس تتعلم فيه. وخلينا نقول ان هو عشان عمل عاصمه لازم يكون في جامع للعاصمه. اي عاصمه كانت بتتعمل لازم يكون فيها ليها جامع. يعني ايه جامع؟ يعني يجمع الناس يوم الجمعه، مش مجرد الناس تصلي فيه في بقيه الصلاه. وغير كده الجامع كان ليه اهميه كبيره سياسيه. كان الجامع كان بيقام منه ممكن الخطابات السياسيه، كان ممكن يحصل فيه حاجات كتير، كان ممكن الناس تستعد فيه للحرب. الجامع مش زي دلوقتي للصلاه بس ويقفلوه، لا، كان ليه اهميات كتير. المهم احمد بن طولون لما يجي يعمل الجامع هيعمله مختلف خالص عن كل الجوامع اللي قبل كده. هيعملوا على نفس النظام بتاع مدينه صر من رأى او سامر او سامراء. كل دي اسماء لايه؟ للمدينه اللي احنا بنقول اللي هي عاصمه الخلافه العباسيه. طيب ليه؟ لان احنا بنقول ان هو اصله اصلا من المكان ده. هو اي نعم اتولد في بغداد واتربى في بغداد، بس بنقول ان الايه؟ الاتراك نشأوا معظمهم في سامراء، فهو كان متاثر بالتراث ده فعمل الجامع كده. طيب عمرنا ما شفنا حته الزياده دي. يعني الجامع هو خلاص خلص، ليه الزياده دي؟ اراء كتير بقى. احنا مش قلنا ان هو اتعمل على جبل؟ ده اهم راي بالنسبه لي. طب لو هو اتعمل على جبل، الجبل ده هتلاقوه كله مستوي؟ مش مستوي، هتلاقوه ايه؟ طبقات. فهو حب يطلع بالطبقات. علشان كده انتوا لو دخلتوا الحته، مش الحته دي بقى، تحت كده هتلاقوا ان في سلالم. يعني الباب اللي احنا دخلنا منه زياده اهي، والباب اللي احنا دخلنا منه مش البيبان دي عادي، لان هنا الارض مستوي، هناك لا، في سلالم تودينا لايه؟ للمسجد ذات نفسه. فهو بيقول لك ان المهندس عشان يقدر يعمل الجامع ده ويظبطه فعمل طبقات، طبقه واطيه وبعدين طبقه عاليه شويه وهكذا. طيب ايه الراي الثاني؟ قال لك لا، قال لك ان الراي الثاني ان الزياده دي علشان المصلين لو ما لقوش مكان جوه يقدروا يصلوا ايه؟ هنا. طيب ايه الراي الثالث؟ قال لك علشان يتعلموا، يعني هم يتعلموا خلاص جوه الصلاه، وهنا يتعلموا الدروس والحاجات اللي زي كده بتاعت العلم الداخليه بتاعت الايه؟ بتاعت الجامع. عايزين نقول ان الجامع من جوه 6.5 فدان، مساحه واسعه جدا جدا جدا. ولو بنقول ان اضخم العماير المملوكيه او الاسلاميه عندنا هي السلطان حسن، فده اكبرهم. بمعنى ايه؟ يعني ايه اضخم واكبر؟ اضخم يعني العماره كبيره، العماره ضخمه، اكبر في المساحه اكبر في المساحه. خلاص، فده ايه؟ اكبر في المساحه 6.5 فدان. اول ما بنشوف كده بنشوف بيبان كتير جدا 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 جدا. ليه؟ يقال برضو كذا راي بيقول ان هو كان المفروض العاصمه بتفتح على ايه؟ الابواب دي بتفتح على العاصمه، وان في اسواق وان في حاجات، فهو حب يعمل ايه؟ البيبان دي عشان كده. وبنقول ان البيبان دي عددها 42 باب، في 21 في الجزء الجوه وفي 21 في الجزء الخارجي. ده الجزء الخارجي. طب هتقولوا لي ليه مش المفروض قدام كل باب باب؟ اقول لكم لو بصيتوا هتلاقي البيبان دي مقفوله، او العتب بتاع الباب الخشبي. فهنا الباب ده هم قفلوه، يعني كان هنا في باب قصاد الباب ده، كل باب من هنا من الجزء الداخلي قصاده باب من الجزء الخارجي. طيب دي ايه البيبان؟ احنا قلنا كام؟ 42، 21 هنا 21 هنا. ايه اللي قصادنا دي؟ دي حاجه اسمها الشرفات او عرايس السماء. الشرفات او عرايس السماء المنظر الوحيد اللي شبه عرايس كده، اسمها عرايس لان هي شبه العرايس فعلا. لو بصيتوا وركزتوا فيها هتلاقوها ان هم شبه المصلين جنب بعض، رمزيه لان هم مصطفين وبيصلوا جنب بعض. طيب لازمه الشرفات دي عموما في العماره الاسلاميه هي منظر بس، انما في الحرب ان الجنود كانوا الرماه ايه؟ يقفوا وراها عشان يضربوا على ايه؟ على العدو. تمام؟ دي كانت ايه لازمتها؟ طيب لو نزلنا هنلاقي شايفين التجويف المستطيلي ده، ده شكل زخرفي جميل. عمل التجويف اللي شبه الصدفه، عارفين الصدفه اللي بتبقى في البحر؟ عملوا ما بين الايه؟ ما بين الشبابيك الجصيه. وخلي بالكم ركزوا جدا في الشبابيك الجصيه دي عشان هي من بره غير من جوه. فاكرين لما قلت لكم المره اللي فاتت ان الشبابيك الجصيه دي الشمس بصوا نازله فين كده؟ لو ركزتوا الشمس جايه من هنا ونازله على الشباك الجصي. المفروض الشباك الجصي ده هو ايه؟ عارفين الجص؟ الجص اللي هو بيبقى الاسمنت الابيض او اللي هو الجبس مش الاسمنت الابيض. ده بيبقى من جوه عليه ازاز ملون،
لما الشمس بتخش فيه بتخترق الزجاج الملون ده بالرسومات دي، الناحيه الثانيه بيعمل بيظهر ايه؟ بنفس الرسومات. بيعمل لي اضاءه ورسومات، بس بايه؟ بشكل كويس جدا وشكل ايه؟ روحاني، فبيديني روحانيه لايه؟ للحاجه. طيب من هنا المفروض هو هنا برضو عامل لي شكل، عامل لي تجويف مع اللي هو الصدفه دي، فعامل لي ايه؟ تناغم. تناغم ايه؟ تناغم مش موسيقي بقى، تناغم ايه؟ بالزخرفه او بالشكل، عشان ما يعمليش الشكل من بره ايه؟ مصمت او